السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي في الله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وفي احسن صحة وباحسن حال يا رب العالمين. جمعة مباركة ان شاء الله علينا وعليكم، وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب يعود علينا وعليكم الايام بخير وصحة ويمن وبركات يا رب بإذن الله. إيه، النهاردة ما فيش برضو مواضيع ولا في حكايات. النهاردة فيه عندنا تخليل الجبن الصعيدي. احنا يا جماعة طريقتنا في تخليل الجبن، او احنا ما نقول عليها نتجل الجبن، غير اخواتي وحبايبي اللي هم ايه، اهل الشرقية، الدجهلية. احنا غيرهم، احنا ما نتجل بطريقة تاني. احنا بنعمل ايه؟ بتجيبي كمية الجبنة اللي هتتجليها وتقدري بتحطي ملح وتحطي شطة، بس تخلي الشطة اعلى من الملح، اعلى يعني بتخلي كمية الشطة كتيرة عن كمية الملح. بتقللي في الملح عشان الحاجة متبقاش معاكي ايه، بمعنى صريح، بمعنى صحيح، مش يعني بتبقى حادقة ملح، لا. يعني تخلي كمية الملح، لان هو الجبن اساسا بيبقى فيه ملح. ماشي. عفوا يا جماعة، الزكام والبرد عامل عمايله. بص احنا بنعمله ازاي. احنا ما نقول ايه، احنا بنلته في الملح والشطة ونسيبه يومين او 3 ايام من غير شرش، فبينزل المية اللي فيه ويجمد، ينشف يعني. صليتي معايا على الرسول عشان همك يزول ان شاء الله عليه الصلاة والسلام. النهاردة الجمعة يا جماعة، عطروا حنكم بذكر الله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلوا على الرسول، همنا وهمكم يزول يا رب العالمين. عليك الصلاة والسلام يا حبيبي يا رسول الله. ماشي يا اخواتي في الله. يعني إيه كمية الجبنة بتبقى ايه جنبك، والملح والشطة بيبقى جنبك. يخلص الملح والشطة ولسه الكمية مخلصتش، زودي شطة وقلل الملح. اهي بصي، يعني كل الكمية اللي حطها في طبق زي كده تخلص، تحطي بس تقللي في الملح، زودي شطة عشان يعني ما يربش حاجة، ما يربش شك اللي هو الدود، احنا بنقول عليه شك. عفوا يا جماعة. و... وعلى قد الكمية بتحطها في البرطمان اللي برضه هتشيله، وتخليها 3 ايام من غير شرش، احنا ما نقول عليه ملاح برضه. تصحيح للأسامي يا جماعة، تصحيح للمسميات، عشان عندنا غير بقية القرى بقية البلاد. وبعد كده بعديها بيومين أو 3 بتحط لها كمية الشرش ايه اللي هتغطيها، اللي هتغطي الوش بتاعها، أو اللي هتملى البرطمان. لازم تغطي الوش بتاعها وتكفليها. يعني تحكم القفل بتاع البرطمان، عشان دي هتتخزن، مش هتتكل على طول. لو لو هتعملي جبنة وتاكليها على طول، تحط لها خميرة مش، لو عايزاها تبقى قديمة يعني ما تكملش 6 شهور 3 شهور، تشوفي خميرة مش عندك، يعني مش بقاله ايه 1 أو 2 سنين، وتضيفيها على الجبنة اللي هتخلي لها جديد. بصي ما فيش شهرين، بصي بتلاقيها دابت، بتلاقيها اتعتجت ودابت. لكن لو عايزاها تعيش ما تحطيش مش، تخليه تقعد معاكي من السنة 2 2 3 على زي، بس تخلي المكان اللي هتتحط فيه مكان رطب، ما يبقاش مكان فيه شمس او مكان سخن، عشان الجبنة ما تعملش ريحة معاكي. احنا ما نتجل في براطين بلاستيك، ما تخليش البلاستيك يتفاعل مع درجة الحرارة اللي هتتحط فيها، يبقى مكان رطب. بس هذه طريقتنا يا جماعة في تتجيل الجبن او تخليل الجبن. صلت معايا على النبي، صلوا على الرسول عشان همكم يزول عليه الصلاة والسلام. والأستاذة مكة اليوم ده طلعت عيني وانا مجري ورا الأرنبات. هنا كان ربنا هاديها وما تتفرج على التلفزيون شوية،
وبعد كده طلعت تجري على السلالم، طلعت وراها، هتشوفوا دلوقتي اهي ورا الارنبات. بص انا بفكر يا جماعة، بفكر اطلعها ترند. هي والارانب بتوعها دي، بصوا زجياهم المر والله العظيم. يعني لما يشموا نفسهم لما تبقى مكة مش فوق، عملت زي الفرخة. فاكرين الفرخة يا جماعة الصغنونة، الديك الصغير، ذبحته والحمد لله من مكة. بصوا هتعمل لهم ايه، مفترية بنتينا مفترية. وعمالة احيل فيها واقول لها شو بتقولي الحيوانات، وهي تقول لي يا يويو، وبرضه مش ضحكانة عليها. تعالي شوفي يا رحمة ما تعمل ايه. بصوا زجام، انا لو سبتلكوا الصوت كان الفيديو خد حظر من اول مقطع على كتب ما تعملوا مكة. بصي وحيل فيها واغني لها وبعينها. استنوا بص، اما تتلائم عامله زي الثعلب المكر. بص تخليهم واقفين ومتجمعين جنب بعض، وتروح قابصه الواحده، قابصه يا جماعه يعني تروح واخداها على غفله. او بصي 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 يا عيني، بصي استنى بص هتعمل لها ايه، اجري. مسكت الكبيره، بص هتعمل لها ايه، مسكت امهم يا عيني من رجليها كفتها لتحت. يا جماعة ربنا يا رب كل اللي معهش ربنا يديله يا رب، ويتجله بالذرية الصالحة كده، وربنا يرضي جميع خلقه يا رب. كل اللي معهش أطفال ربنا يديه ويرضيه يا رب العالمين. و بص يعني مسكتها هي في الحتة دي، بصي. دخلت وراها جو. دي كده يلا. ف عايزة أقول لإخواتي اللي شرفوني معايا في القناة، شرفتوني ونورتوني. جداد يا جماعة، شرفتوني ونورتوني، ويا أعز وأحلى وأغلى ناس في الدنيا. ربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم. بالله عليكم فضلا وليس أمرا تحطوا لي اللايك، عشان اللايك لما يرفع القناة والفيديو، مش الفيديو بس، واشتراك فضلا وليس أمرا يا أحلى ناس. وبرضو صلوا معانا على الرسول، همنا وهمكم يزول إن شاء الله. عليك الصلاة وأزكى السلام يا حبيبي يا رسول الله. يا مكة بس يا مكة، حرام عليك يا مكة. هي دلوقتي أنا مسجل الفيديو وهي نايمة، ده لو صحية كانت عملت لي فرقة حسب الله. بصوا ده الأرانب دول يعني مش راضين يكبروا منها والله، من الجري لما يجروا وراها قدامها طول النهار. كل ما يجي يكبروا كده ويتوروشوا ويخسوا تاني، عاملين زي الفراد. وهي سبحان الله عاملاهم لعب، مفكراه. هو والله العيل الصغير ده سبحان الله كل حاجة في عينه لعب، عايز يلعب بيها. تمسك الواحدة والله بصورها لكم في مرة، تمسك الواحدة كده وتحطها هي بس بتروح جافشة في مصارينها، بخاف عليهم، وتروح حطها على دراعها وتعمل لهم كده. يلا الحمد لله يا رب، كل من معاش ربنا يديه ويرضيه و... ويدي كل حد اللي نفسه فيه يا رب. وربنا يدي كل واحد وواحدة على قد نيتنا وضميرنا يا رب العالمين. وجمعة مباركة علينا وعليكم يا أحلى أخوات في الدنيا. واللايك اللايك 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 فضلا وليس أمرا يا أحلى أخوات في الدنيا. في الحتة دي كنت بقول لها شو بتقول الحيوانات، وهي تقول يا يو. كانت وناسة. يلا ربنا يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب، وربنا يخلي لنا حبايبنا وما يحرمناش من اللي لينا. وربنا يا رب يفك أسر فلسطين يا رب العالمين، وينصرها وينصر جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين. وربنا على الظالم والمفتري وابن الحرام، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم. الحمد لله. مش عارفة سبحان الله تاني رمضان أو رمضان. لو تفتكروا السنة اللي فاتت كنت بصور ليلة السحور، يوم السحور، اليوم اللي هنسحر فيه، ما كنتش قادرة اخد نفسي لو تتذكروا معايا.
رمضان ده قبليه ب14 يوم اهو، برضو مش قادرة. الزكام عامل عمايل والله. بصوا مكة، بصوا مكة واللي عاملاه في الأرانب. اعمل ايه انا فيها دي؟ قولولي كده. هنا عادي، كانت لسه كان لسه اول اليوم وكانت اما تفطر. بصوا، ملهاش مواعيد هي. ايه توتة. كان ده احمد اللي صورها على فكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.